يلا هبط لاص هبط مشي معانا بالرجولة هبط تمشي وما يقيسك شي واحد والله ما يقيسك شي واحد والله ما يقيسك شي واحد. بودربالة واحد المنطقة في نواحي ديال مكناس في 2022 غادا توقع فيها أبشع جريمة اللي غادا تنوض الرعب في سكانها والناس ديال مكناس. غادي يجبد ليهم قلبهم من الكسدة، والسبب اللي خلاه يدير هادشي هو التنمر وهضرة الناس والقيل والقال. هاد القصة غادي تخليك تراجع هضرتك قبل ما تقولها. خليكم معايا وكملوا حتى الاخر باش تفهموا القصة، وما تنساوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. مصطفى 45 عام، طاشرون بمدينة مكناس، كان مكلف بالبني ديال واحد مركز المرأة في الوضعية الصعبة بمدينة مكناس. نهار الحد 26 من شهر 12 مشى للشانطي باش يشوف المعلمين فين وصلوا، حيث كانوا كملوا البني وبداو في الفينيسيون. وبمجرد وصوله للمركز وهما يبانوا ليه جوج معلمين مدبوحين من الودن للودن، واحد فيهم قلبه مجبود ومحطوط فوق صدره. مصطفى في البلاصة عيط للبوليس اللي ما داش بزاف ديال الوقت حتى كانوا في مسرح الجريمة. الدراري بجوج بيهم كانوا صغار في العمر، مضروبين للراس، وواحد فيهم مدبوح وقلبه مجبود ومحطوط فوق صدره، والثاني حتى هو مدبوح وعينيه مقلوعين من بلاصتهم. البوليس لقاو عبارة مكتوبة بالدم في الحيط، وهي: سمحي لي امي مازال غادي نزيد نقتل. هاد الجريمة مستحيل يديرها انسان الا الا كان وحش ادمي. وهنا البوليس بداو في التحقيق ديالهم مع الجيران، وبداو بمصطفى هو الاول، حيت هو الاول اللي وصل لمسرح الجريمة، وهو اللي عارفهم شكون لانه هو الطاشرون وهو اللي مخدمهم. واول سؤال سولوه البوليس هو: واش كانوا في هاد الخدمة بوحدهم ولا كان معاهم شي واحد اخر؟ مصطفى قال لهم راه كان معاهم واحد السيد اخر، السيد اللي ما عرفوش فين مشى. يعني 60% من الشكوك ديال البوليس كانت متجهه لهذا الشخص اللي ممكن يكون هو اللي صفاها ليهم وهرب. قال مصطفى: راني كنجي عندهم غير مرة ماشي ديما، والبارح راني كنت مع ولدي. داكشي علاش البوليس تاكدوا من هضره مصطفى ولقاوها صحيحه، وفعلا كان مع ولده. التشريح الطبي هز عينات من الضحايا باش يعرفوا هويتهم، وكانت الضحيه الاولى هو سعيد 37 سنه من مدينه مكناس، وهو اللي لقاو قلبه مجبود. والضحيه الثانيه هو كريم 17 سنه وحتى هو من مدينه مكناس، وهو اللي لقاو عينهم مقلوعين بلاصتهم. السؤال هو: كيفاش تقدر تصفيها لواحد مازال قاصر وتجبد له عينه وتمشي بحال ما كاين والو؟ صراحه المجرم في نظري ما كانش انسان، ولكن كان وحش كتنعدم فيه الصفات البشريه. السيد الثالث واللي كان خدام معاهم سميتو عزيز، وهو الحلقه المفقوده والشخص اللي جميع اصابع الاتهام كتشير ليه. ولكن شكون هو هذا عزيز؟ مصطفى عطى معلومات على عزيز وعلى العنوان اللي ساكن فيه. البوليس قصدوا دار والديه حيتاش كان ساكن معاهم، ولكن ما لقاوهش. دازت 5 ايام على هذه الجريمه اللي وقعت واللي خلات مدينه مكناس كامله عايشه في الرعب، خصوصا مع العباره اللي لقاو البوليس مكتوبه في الحيط. وفي ليله راس السنه الجيران شافوا عزيز هز واحد الجنوي وقاصد الدار نسابو. من بعد غادي نعرفوا السبب علاش. وقبل ما يوصلوا البوليس عزيز غادي يضرب نسيبو للظهر، يلا غادي يخشي فيه الجنوي وهما يجيو البوليس. وهنا عزيز غير شافهم وهرب، ولكن البوليس تبعوه. في هذه اللحظه تدخلوا الجيران، بداو نسيبو للسبيطار باش يعتقوه. المهم كيف ما قلنا عزيز هرب لدارهم، يلا بغى يسد الباب وهما يشدوه البوليس وداو الكوميساريه باش يحقوا معاه في هذه الجريمه اللي دار. الغريب هو ان عزيز ما نكرش، وفي البلاصه قال لهم انا اللي صفيتها لهم، ولكن السبب علاش دار هادشي ما غيدخلش لكم للعقل. باش نعرفوا السبب خليونا نرجعوا شويه للور. عزيز كان خاطب بنت جيرانهم، داروا اللازم ودوزوا نهار العرس ديالهم، ومنين سال العرس كل واحد مشى لدارهم، بقى عزيز وعروسته بحالو بحال اي عرسان. وهنا
كانت الصدمة منين لقى عزيز العروسة ماشي بنت في البلاصة. خرج للزنقة وبدا كيغوت فضحها قدام كلشي، والحي كامل وبداو كيتفرجوا في شوهتها. وهنا جاو نسابو داو بنتهم. الحي كثرات فيه القيل والقال، كل واحد منهم لسانه في فمه وكيقول بيه اللي بغى. بات العروسة كان عارف بان بنته مربيه ومستحيل دير شي حاجه حرام، داكشي علاش قرر ياخذ بنته للطبيب ويشوفها واش فعلا بنت ولا لا. وفعلا لقى بنته مازال عذراء، داكشي علاش العروسه بدات كتشوه في عزيز وكتوصفه بانه هو اللي ماشي راجل، وخلات الصغير قبل من الكبير يضحك عليه ويطيح من رجولته. رفعت عليه دعوى قضائيه من اجل جبر الضرر، وهنا المحكمه حكمت على عزيز بمبلغ 20,000 درهم، المبلغ اللي رفض عزيز يعطيه ليهم، وبقاو طالعين نازلين في المحكمه. وفي هاد الوقيته جاتو خدمه في واحد السونتر ديال المراه في وضعيه صعبه، قال مع راسو نمشي نخدم ومنها نغبر من هضره الناس والقيل والقال. داكشي علاش دا معاه ولد خت العروسه، واللي كانت الخدمه في الشانطي هي خدمته، وهو كريم. وزاد معاهم واحد السيد من الدرب سميتو سعيد. مشاو للشانطي في داك السونتر وبقاو خدامين. داز النهار الاول والنهار الثاني بخير وعلى خير، مع العلم كانوا بعاد على الدار، يعني كانوا معاشرين في السونتر وكيباتوا فيه. هنا عزيز غادي يسمع كريم وسعيد كيضحكوا عليه وعلى داك النهار اللي وقع، وهنا طلع ليه الدم وزاد شعلات نارو منين قال ليه سعيد راه كريم غادي يخطب طليقتك. حقد عليهم ديال بصح وقرر يصفيها ليهم. وفي نهار الجمعه كان عندهم روبو كيمشيو للقهوه يتقهواو وكيرجعوا، ومنين وصلت الوقيته اللي كيرجعوا فيها عزيز جا قبل منهم، خبى واحد المطرقه وواحد الجنويه، تعشاو ومشاو ينعسوا. عزيز بقى عساس عليهم حتى نعسوا، وهو يجبد المطرقه عطى لكل واحد منهم دقه وحده حتى حل ليهم دماغهم. هو يجبد الموس مشى عند سعيد ذبحو وبقى كيسلخ فيه، وفي الاخر جبد ليه قلبه وحطوا له فوق صدره. ومشى عند كريم واللي كان مازال قاصر ذبحو وجبد ليه عينيه من بلاصتهم، وبدمهم كسب سمحي لي امي مازال غادي نزيد نقتل. ومنين سالا منهم بدل حوايجو وهرب لمدينه الناظور، جلس فيها 5 ايام وهو يتفكر نسيبو هو سبب المشاكل وهو اللي شوهو. وهنا قرر يرجع للمكناس باش يصفيها ليه حتى هو. ومنين وصل هج جنويه وقصد دارو نيشان، وهنا كانوا شدوه البوليس. عزيز تحكم بالاعدام، والعبره من هاد القصه عمرك تنمر على شي واحد ولا تصغر منه، حيتاش تقدر تخرج منه شي واحد ما كنتيش ضارب ليه الحساب وتلقى راسك قدام وحش بشري. قصتنا سالات، تلاقاو في ساعة الخير.